السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة المربي الصغير. هنتكلم النهاردة في حلقة مهمة عن الحمام وعن تربية الحمام، وعن هل مشروع الحمام مربح، او عن تربية الحمام هل هي تربية مجدية اقتصاديا، وازاي اكسب من الحمام، او بمعنى اصح ازاي ما اخسرش من الحمام. وبالنسبه للناس اللي بتفكر تدخل في موضوع تربيه الحمام، هنتكلم في حبه نقط النهارده باختصار كده عشان خاطر ما نضيعش وقتكم في المقدمات. نبدا ان شاء الله حلقتنا على بركه الله. مبدئيا كده، ايه هي اهميه الحمام، او ايه هي اهميه تربيه الحمام، او ايه ليه مشروع الحمام مهم؟ يعني مميزات الحمام باختصار: الحمام يعني يعتبر مصدر من البروتين ومن اللحوم البيضاء، بيعمل اكتفاء ذاتي. تمام. تاني حاجة بيوفر دخل ثابت للمربي. في نفس الوقت مش محتاج تفرغ. انت ممكن جنب شغلك، ممكن في وقت فراغك. تمام. مش شرط ان انت يعني حاجة ممكن ده زي دخل ثابت، دخل اضافي ليك. تمام. ملهاش يعني مش شرط ان انت تسيب شغلك او ان انت تفرغ له. تمام. تالت حاجة ان انت برضو حاجة مهمة برضو ان انت ممكن تستغل بلكونتك، تستغل سطح بيتك. يعني الحاجات ديّة بت يعني إيه، دي كلّها مميزات للحمام. وفي نفس الوقت بيخلق فرص عمل يعني للشباب، طالب جنب دراستك مش عارف إيه، تتسلّى. فهي الحاجات دي كلّها يعني ممكن إيه، يعني أنا شايفها إن هي مميزات لتربية الحمام. زائد إن الحمام مش بيحتاج راس مال، يعني مشروع بسيط مش بيحتاج راس مال يعني، من وجهة نظري يعني. تمام. طيب ندخل في الموضوع على طول وهنتكلم في إيه هي الأنواع اللي اربيها اقدر من خلالها اكسب من الحمام، وايه هي الانواع اللي ابعد عنها عشان خاطر تربيتها مش هتبقى مجديه بالنسبه لي. تمام. وهنتكلم برضو في شويه طرق عن تربيه الحمام: إيه الطريقه التقليديه العاديه، والطريقه الحديثه، والطريقه اللي انا شغال بيها. وهنتكلم في كذا حاجه يعني. مبدئيا كده هنتكلم النهارده عن الحمام البلدي. انا النهارده بتكلم عن الحمام البلدي. تمام. طيب تربيه الحمام البلدي هل هي بتكسب ولا لا؟ عشان خاطر اجاوبك على السؤال دوت، في حبه نقط كده هتكلم فيها. اول حاجه، عشان خاطر اكسب من مشروع الحمام البلدي لازم يكون الحمام بيطير. لازم اكون مسيب الحمام بتاعي، ما ينفعش اكون حابس الحمام بتاعي. فايدة الحمام إن هو يكون بيطير أو الحمام اللي هو السايب هيقدر يوفّر معايا في التكلفة شوية، بياكل من برّه على قد ما بيقدر. مش معنى كده إن أنا ما أأكّلوش، لأ، أنا هأكّله وأحط له وجباته عادي وأدّي له حقّه برضه، بس هو الفرق كمان إن هو بيتقاصر برّه، بيتزوّج برّه، بي 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 برضه بيكمّل التحديق بتاعه من الطبيعة. فهو يعني مميزات الحمام المحبوس: أنا باحب الحمام المحبوس على المستوى الشخصي، ما باحبش الحمام عفوًا، ما باحبش الحمام المحبوس، باحب الحمام السايب. بيوفّر معاك، وفي نفس الوقت أريح لك حتى في النضافة. معلش الحمام بيبقى أغلبية اليوم واقف برّه المكان، فلو في ريش هيُقع منّه، لو هيعمل البراز بتاعه، فالحاجات دي كلّها برضه بتريحك أنت كمُربّي. طيب عشان أكسب من مشروع تربية الحمام البلدي لازم يا جماعة يكون عندي كمية. ما ينفعش يكون عندي 5 تجواز، 10 تجواز، الكلام دوّة وعايز أكسب. من الآخر المكسب كلّه في الكمية. عشان خاطر أكسب لازم يكون عندي على الأقل 50 جوز، عشان يجيبوا لي مصدر دخل ثابت لا يقل عن 1000 أو 2000 جنيه في الشهر. وهاتكلم معاكم في دراسة الجدوى، هاشرح لكم بالراحة كده تكلفة الحمام وتكلفة القص إيه، وتكلفة الزغاليل إيه، وهنتكلم مع بعض بالراحة. تمام. طيب دي بالنسبة لأول نقطة اللي هي موضوع الحمام البلدي. طيب أنا راجل المكان اللي عندي مش مستحمل ان انا اجيب 50 جوز و100 جوز والكلام دوت. طيب وعايز اربي حمام وفي نفس الوقت عايز اكسب، او حتى على الاقل الم تكلفة مصاريفي. طيب بص يا باشا، بالراحة كده انت تشتغل في الحمام الغالي، بمعنى تشوف الاسوس اللي هي ماسكة سعر والاسوس اللي عليها طلب واشتغل فيها. ان شاء الله يا رب اجيب لي 5 تجواز، اجيب لي 5 تجواز، الجوز سعره بيعدي، في نفس الوقت لما اجي ابيعه هيغطي معايا تكلفته. طيب انا دلوقتي الحمام اللي هو ماسك سعر، انا في كذا باب يعني: في الحمام الزينه، في الحمام التقايل، في الحمام اللاحم، في كذا حمام الكينج، الحاجات دي ماسكه سعر. تمام. في انواع الحمام كتيره جدا. طيب انا برضو عشان خاطر نتكلم برضو بطريقه علميه شويه. طيب انا عن نفسي لو انا واحد من الناس، انا عامه انا يا جماعه بربي بلدي، بربي التقايل وبربي البلدي وبربي الرومي وبربي الحمام التقيل. تمام. مش بحب اربي الحمام الزينه، يعني انا برضو انا ايه،
الحمام البلدي برضه مميزاته معلش ان هو الحمام بايع نفسه بنفسه يعني، مش في التسويق سهل جدا ان هو يعني اي حد بياكل حمام بلدي فعلى طول باستمرار الناس جيران عارفيني طول عمري بربي حمام. ففي التسويق بشيلش همه. وبصرف النظر انا كده كده باكل منه يعني، انا حتى بعت ما بعتش انا باكل منه، فما مش بيزعلني. غير برضو لما اجيب حمام بالقص ب 700 جنيه والقص ب 500 جنيه وب 300 جنيه، اكيد طبعا مش هروح اكل جوز حمام ب 500 جنيه ولا ب 700 جنيه ولا ب 300 جنيه، يعني عشان خاطر مثلا اذبح لي جوزين ثلاثه في البيت، يعني اذبح حمام ب 1000 ونص ليه يعني؟ معلش يعني. فبرضه العمليه تبقى مش هتبقى مجزيه. طيب نرجع لموضوع الحلقه بتاعتنا، مش عاوزين برضه نطلع ايه في تفاصيل. انا عشان خاطر اربي ما عنديش مساحه وعايز اكسب، زي ما قلت لحضراتكم هتجيب الاسوس اللي شغاله وماسكه سعر وفي نفس الوقت عليها طلب كويس، واروح جايب 5 اسوس، والناحيه التانيه قصادهم اروح جايب حوالي 7 تجواز حضان بلدي زاجل، شوامات، الحمام الرخيص اللي هو الحمام اللي هو ايه بتاعنا العادي، تمام. واشتغل بالطريقه الحديثه اللي هي طريقه التحضير، بمعنى الحمام الغالي هيبيض، تمام، اروح واخد الحصويتين محضنهم تحت الحمام البلدي او الحمام الزاجل، تمام. وكده ادي فرصه ان الحمام الغالي يبيض تاني، بدل ما يقعد 40 يوم يقعد 20 يوم راقد، و20 يوم او 25 يوم ياكل في الزغاليل، يقعد 45 يوم عشان اخد منه قص كمان. لا، انا بشيل البطين، تمام، بحضنهم تحت اي حمام تاني، وفي نفس الوقت بيبدأ الحمام في خلال 10 15 يوم يجمع الحصويتين ويبيض ويرد عليها. يبقى انا كده في الشهر الواحد او في خلال ال 40 يوم بدل ما اخد حصويتين من الجوز، لا باخد 4 حصوات من الجوز. وبكده انا بعمل حاجه اسمها الانتاج المكثف للحمام، وفي نفس الوقت انا باقل كميه حمام عندي بقدر اطلع اكتر استفاده ممكنه من الحمام، وفي نفس الوقت بوفر معايا في الكلفه، بوفر معايا في النظافه، بوفر معايا في حاجات كتير، تمام. دي طريقه دي انا برجح استخدمها في الحمام الغالي. طيب لو انا بقى عندي حمام بلدي وفي نفس الوقت برضو عايز اكسب من الحمام البلدي، وفي نفس الوقت انا ما عنديش مساحه ان انا اربي 100 جوز و200 جوز واعمل عنبر واعمل ايه مزرعه. بص يا باشا، طبعا الطريقه ديت يعني مش هينفع مع الناس المبتدئه، عايزه حد خبره شويه. الطريقه ديت يا باشا اللي هي انت طبعا القص هيبيض وهيجمع الحصويتين وهيرقد عليهم وهيلبنهم، هتيجي انت من بعد اول اسبوع او بعد 5 ايام لما خلاص الجوز اللي ياخد اللبه بتاعه من الاهالي، راح شدد الجوز من تحت الاهالي الزغاليل، وراح انا يا باشا معتمد على التاكيل اليدوي، تمام. يبقى انا كده كملت اكل للزغاليل، وفي نفس الوقت اديت فرصه للاهالي ان هي تبيض تاني في خلال اسبوع، تبدا تبيض تاني. يبقى انا كل شهر اخد من تحت الجوز البلدي اللي شغال اخد منهم ايه انتاج. يبقى انا في الشهر بدل ما اخد كل شهر بدل انا في السنه بدل ما اخد 7 8 اسوس في السنه، لا اقدر على الاقل اخد من 10 ل 12 قص في السنه الواحده. وبكده يبقى انا برضو كده بالطريقه ديت هتفرق معاك في الانتاج، وفي نفس الوقت هي برضو تأكيل الحمام مش صعب يا جماعة. هنعمل حلقة برضو عمل ان شاء الله ونشرح للناس فيها ازاي اكل الحمام اكل الحمام الزغاليل الصغير، تمام. دي الطريقة الحديثة برضو ان انا شغال بيها، تمام. خلاص بقى الطريقة التقليدية خلاص ماتت، اللي انت بقى تسيب الحمام وترميه تحط له اكل وميه ويقعد ياكل مع نفسه والكلام ده. يعني العملية في ناس بقى واخداها هواية، مفيش مشكلة يعني، احنا بنتكلم على الناس اللي هي برضو عايزة برضو ايه ما تخسرش، وفي نفس الوقت برضو انت عارفين الكلفة غالية والاكل غالي والتكلفة غالية، فلازم العملية تبقى العملية حتى ايه يا عم، انا حتى لو مش هكسب بس ما اخسرش، تبقى العملية حتى ايه يعني مش بقول لك مربحه، وفي نفس الوقت هي بتشجع المربي الصغير بدل ما يصرف على الحمام، لا الحمام حتى مش هقول لك يصرف عليه إيه والله. هو خد بالك في ناس كتيره بتكسب من ورا الحمام، وفي ناس عامله ثروه من ورا الحمام، مش معنى كده ان الحمام لا، الحمام بيكسب وفي ناس بتصرف على الحمام. بصوا يا جماعه، يا كل واحد له دماغه وكل واحد ليه طريقته في الحياه، وكل واحد ليه اسلوبه في تربيه الحمام. في واحد يقول لك يا باشا انا عايز اشرب كوبايه القهوه واقعد جنب الحمامتين اتفرج عليهم وخلاص كده. واحد تاني لا انا جايب الحمام ان انا اكل منه ولبيتي. واحد تالت يقول لك لا انا جايب الحمام تجاره، مش جايبه ان انا لا بيع وشراء. فكل واحد ليه دماغه. فهي الفكره كلها ان الحمام يعني كمشروع، لا هو مشروع مربح،
ومشروع كويس للناس اللي بتفهم والناس اللي حابه تكسب والناس اللي حابه تتعلم. انما الناس اللي هي بتتسلى واخداها هوايه، احنا برضو بنديكم حبه يعني ارشادات او حبه معلومات، تحاولوا برضو على قد ما تقدروا يبقى العمليه معاكم مجديه شويه، على الاقل تطلعوا باقل الخسائر، او على الاقل الحمام يشيل تكلفته. ده كل بنتكلم فيه، ان احنا بننصح الناس، بنوجه الناس عشان خاطر ربنا يكرمنا ان شاء الله، وناخد من وراكم يعني دعاء، ناخد من وراكم يعني حاجه، يعني دعوه حلوه، دي اللي بقى لنا تمام. دي خبرتنا بنحاول ننقلها للناس، لعل وعسى حد يستفيد وحد يدعي لنا دعوه حلوه تقعد لنا في في اولادنا والكلام دوت ان شاء الله. قناه جديده يا جماعه، محتاج من حضراتكم دعم، محتاج من حضراتكم طبعا الاشتراك واللايك والكومنت، وتحت امركم في اي حاجه، اي اسئله ادخلوا على الكومنتات اسالوني فيها، تحت امركم. وان شاء الله يعني في حلقات جايه كتيره ان شاء الله، في سلسله طويله جايه، وبالتوفيق ان شاء الله لاخواتنا الصغيرين المبتدئين. وبنشجعكم على حاجه هوايه كويسه تضيع وقت فراغك بيها، بدل ما تقعد على قهوه ولا تقعد يمين ولا شمال. لا يا باشا، معلش اقعد في بيتك باحترامك، اعمل لك حاجه مفيده لبيتك لاهل بيتك تاكل من وراها، حاجه لو هتبيعهم تجيب مصاريفك. هي دي كل القصه. بالتوفيق ان شاء الله للجميع، وان شاء الله مستنيينكم في حلقات جديده.